إزاي أنا كأم أقدر أتحكم في يومي رغم مسؤولياتي الكتير؟ لو أنتِ أم وعندِك بيت وأولاد وضغط ومسؤوليات ما بتخلص، وأول ما تسمعي كلمة انضباط بتحسي إنها مستحيلة، فالحلقة دي عشانِك. أنتِ مش أم فاشلة، أنتِ بس عندِك مهام أكتر من طاقتِك. تعالي نتكلم في الأول يعني إيه انضباط. الانضباط مش معناه إنِك تضغطي نفسِك ولا إنِك تبقي مثالية زيادة عن اللازم، الانضباط هو قدرتِك على التحكم في نفسِك وفي وقتِك وفي قراراتِك، وده بهدف إنِك تكوني النسخة الأفضل من نفسِك، وده تعريف الانضباط ببساطة جدًا. طب ليه بنفشل إن إحنا نكون منضبطين؟ لإنِك ببساطة أنتِ مش عارفة أنتِ عاوزة إيه، يومِك كله مليان فوضى وعشوائية. طب إزاي أكون منضبطة رغم المسؤوليات الكتير اللي عندي؟ إزاي أقدر أحل المشكلة ديّة؟ هاقول لِك هاتي ورقة وقلم وتعالي نتكلم. هاتي اكتبي أول حاجة عندِك أولوياتِك، اعرفي أنتِ عاوزة تعملي إيه، في حاجات كتير ممكن أنتِ في دماغِك عاوزة تعمليها، اكتبي حاجات لازم تتعمل النهارده وحاجات ممكن تستنى لبكرة، حاجات تستنى لبعده. الحاجات ديّة لمّا بتكتبي كده بتخفف الضغط من على دماغِك شوية. طيب بعد ما حددنا الأولويات وإيه المفروض يتعمل وإيه اللي مش هاعمله، أعمل نظام أمشي عليه. طيب أدّيكِ مثال مثلًا، أنتِ عندِك أولاد، طول ما هُم صاحيين ما بتعرفيش تعملي حاجة لنفسِك، تبقى خلاص أحدد كل يوم بعد ما الأولاد بيناموا أنا هاقرأ كتاب معين أو هاخد كورس معين من على اليوتيوب تمام. بعد الفطار وهُم صاحيين هنساعد بعض في ترتيب الشقة تمام. كده أنتِ بدأتِ تعملي روتين يومي لنفسِك، وده هيخلّيكِ تتحكمي في وقتِك أكتر، تبقى أنتِ عارفة بعد الفطار هاعمل كذا، بعد الأولاد ما يناموا هاعمل كذا تمام. تبقى كده إحنا عملنا حاجتين، كتبتِ أول حاجة اللي أنتِ حددتِ أولوياتِك، بعد كده حددتِ نظام لنفسِك تمشي عليه، تالت حاجة هتعملي اللي أنتِ الاستمرارية، يعني إيه؟ يعني مثلًا كل يوم هاحدد أنا هاقرأ قد إيه بالضبط، هاقرأ 5 دقايق، هاقرأ 10 دقايق. وعاوزة أقول لِك على حاجة ما تكبّريش الموضوع، ما تقوليش مثلًا هاقعد أقرأ ساعتين، أنتِ مش هتقدري تقرأي ساعتين عشان أنتِ ما عندكيش وقت للكلام ده، ومش هتقدري تستمري. فامشي على القاعدة دايمًا القليل المستمر أهم من الكثير المنقطع، تمام؟ ما تحاوليش تعملي إنجاز كبير مرة واحدة، حاجة بس صغيرة في اليوم وامشي عليها، مع الوقت هتبقى روتين، هتقدري تعمليها بعد كده من غير ضغط، هتلاقي أوتوماتيك نفسِك كل يوم بتعملي الحاجة ديّة. تبقى الانضباط هنا معناه هو الاستمرار لتحقيق هدف مع وجود صعوبات. يعني كل يوم أنتِ عارفة أنتِ نعسانة جدًا، بس أنتِ عارفة قبل ما تنامي مثلًا عندِك روتين اللي أنتِ هتكتبي بكرة إيه الحاجات اللي هتعمليها بكرة، فعلى طول بتكوني مسهّلة على نفسِك الحكاية، جنبيكِ ورقة وقلم فبتكتبي. وده الموضوع اللي إحنا هنتكلم عنه برضه دلوقتي، اللي أنتِ دايمًا تحاولي تخلّي البيئة اللي حواليكِ تساعدِك. اللي أنتِ تنفّذي خطتِك في تحقيق الانضباط، إزاي؟ أنا مثلًا عندي مشكلة إن أنا بامسك الموبايل كتير، فمثلًا لمّا آجي أنام ما أحطش الموبايل جنبي، أبعد الموبايل، أو باسمع تلفزيون كتير، أشيل الفيشة بتاع التلفزيون، أحط الريموت في مكان بعيد، تمام؟ أحاول أهيأ البيئة من حواليّا اللي هي تساعدني إن أنا أكون حد كويس. الموضوع هيكون صعب في الأول، بس مع الاستمرار أنتِ هتحسّي إن الدنيا بقت أسهل، وإن يعني إنِّك بتتغيّري للأفضل، تمام. عاوزِك يعني عاوزاكِ كمان آخر حاجة تقبلي إن ما فيش أم كاملة، ما فيش أم مثالية، كُلّنا عندنا صعوبات، كُلّنا عندنا حاجات كتير في يومنا بتلخبط يومنا، في مثلًا زيارات بتيجي أوقات مفاجأة، في أولادِك بيطلبوا منِّك حاجات، في يومِك بيكون متلخبط سواء عندِك baby ما عندكيش، يعني طبيعي اللي في أيام كتير هتعدّي عليكِ من غير إنجاز، فاقبلي ده، بس شطارتِك إن أنتِ تكمّلي ما تُقفيش. عاوزة أقول لِك في نهاية الفيديو إن خطوة صغيرة كل يوم هتساعدِك تتغيّري للأفضل. تمام، يعني اللي بتكسب في النهاية مش اللي ظروفها مساعداها، لأ اللي بتكسب اللي قدرت تتحدى نفسها وتتحدى ظروفها وتكمّل رغم كل الصعوبات اللي قابلتها، بس كده.